اللهم أنزل علينا السكينة واجعل قلوبنا معك مهما تبدلت الأحوال، وطمئن أرواحنا بذكرك في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. اهلا وسهلا بكل حبايبي، انا سوسو ودي قناتي. اتمنى يا رب انت تشتركي عندي لو انت اول مرة تشوفيني، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك. فيديو نار تشجيع جدا وحميسة هنضف فيه البيت مع بعض، وكمان هنعمل غدا. تابعوا الفيديو معايا النهاية هيعجبكم جدا. اول حاجه كده نسمي ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي اشتركوا عندي في القناه ونوروني وشرفوني. اهلا وسهلا بيكم، وجودكم في قناتي ده شرف كبير ليا. يلا بينا. اول حاجه كده بدات اعملها، دخلت على الأوضة هننضفها كده مع بعض تنظيف سريع. هنفض كده الفرش وكمان هفرشه تاني لأن هو نضيف. تمام، هنفرشه كده مع بعض وهنظبط الأوضة، مش هتاخد معانا وقت خالص، وهنخلص كل حاجة ورانا. تمام، هنا نفضت كده أول الكنبة، وبعد كده على طول هبدأ ان انا افرشها واظبطها كويس. تمام، خلاص كده هخلصها كده الاول، وبعد كده هحط كده المخدات، وبعد كده على طول هدخل على الكنبة التانية برضو هنفضها وهظبطها. تمام، حبيبة قلبي اللي قالت لي البسي عباية في الروتين الجاي سودا، فحبيبتي لبستلك اهو عباية سودا زي ما طلبتي. انتوا حبايبي تأمروني، فكده ايه ما تنسونيش في اللايك، وطبعا تشيروا القناة في كل حتة عشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. فانتوا عاملين ايه؟ طمنين عنكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو. خلاص كده خلصت، رتبت برضو ايه الكنبة التانية كده وظبطتها. وبعد كده هحط ايه المخدات. تمام، وعلى طول هجيب كده ايه المكنسة بتاعتي وهبدأ ان انا اكنس الارض. انا همسحها يا بنات، بس معلش اسفة جدا المقطع ده اتمسح مني فمفيش مشكلة. هنمسح برضو دلوقتي ايه مع بعض جوه في الصالة، وبرضو هنظبط الدنيا. تعالوا اوريكم هنا ادي الأوضة بعد ما اتمسحت زي ما قلتلكم، وكده خلصتها وبقت زي الفل. يلا بينا بقى هندخل مع بعض على الصالة هنظبطها برضو وهنشوف احنا هنعمل فيها ايه. تمام، اول حاجة كده هعملها هنفض المخدات. وبعد كده على طول هبدأ ان انا انفض الكنبة.
خلاص. وعلى طول كده هبدأ ان انا افرشها وهظبطها كده عشان كده ايه الشكل يكون مهندم وجميل. فقولولي كده يا بنات غداكوا كان ايه النهارده؟ عايزاكوا كده برضو تكتبولي في الكومنتات عملتوا ايه غدا النهارده. فاحنا غدانا النهارده سمك، هنعمل صينيه سمك كده مع بعض برز، فتطلع خرافه جدا. طبعا كده ايه الفيديو معايا، طريقتها كده سهله وسريعه وكمان طعمها كان خرافه وسهله جدا، مش هتاخد معاك وقت خالص. تمام. انا خلصت كده الكنبه وفرشتها كويس، هبدا على طول احط كده ايه المخدات. ده طبعا كده ايه روتين سريع يعني زي روتين كده يومي. تمام. طبعا ايه مش روتين اسبوعي، يعني روتين اسبوعي طبعا بنشيل فيه فرش البيت كله. تمام. اما ايه هنا احنا ما شلناش، بس يدوب بشيل حاجه كده وبنفضها وافرشها تاني. تمام. خلاص دخلت هنا برضو على السرير، ابدا ان انا انفض كده ايه الفرش اللي عليه. تمام. وبعد كده طبعا هفرشها تاني لان ايه الفرش نضيف. تمام. لو محتاج طبعا يتغير فانت بتغيريه، مش محتاج خلاص. هفرش كده انا ايه السرير كده مع نفسي، وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه تاني. خلاص كده فرشته، وبعد كده هحط ايه المخدة بتاعة السرير، وعلى طول هجيب ايه المكنسة عشان اكنس الارض قبل ايه ممسح كده. خلاص كده اخر حاجة كده ايه اكنس كده كويس. طبعا كده انا هلم الدنيا هنا، وهجيب كده المساحة بتاعتي وهبدأ ان انا امسح الارض. طبعا انا مسحت ايه بقية الشقة كلها، ما جبتش معاكم غير هنا بس عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. تمام. امسح طبعا كذا مرة واعيد عليها طبعا. بصوا ايه رأيكم بعد ما الارض نشفت والدنيا بقت زي الفل؟ بصوا كده الارض نضيفة، وكمان الصالة بقت تمام وزي الفل. يلا بينا نعمل السمك زي ما قلتلكم. طبعا هنا ايه السمك نضيف وزي الفل. هبدأ كده احط توم وعليه كزبرة وتوابل سمك. تمام. وبعد كده هتبله كده في الدقيق، وطبعا على طول هحطه على الزيت يكون سخن. ولو حابة برضو ممكن تحطي فيه الدقيق نشا زي ما عملنا المرة اللي فاتت مع بعض. بصوا هنا ايه كان كده خد لون، فابدأ ان انا اقلبه كده
على الناحية التانية. تعالى اوريكم بقى هنعمل الصينية ازاي. اول حاجة عندي هنا هنجيب بصلاية نقطعها كده مربعات صغير كده خالص، وطبعا شوية زيت وملح. تمام. اقطع هنا برضو بصلاية تانية، لو طبعا البصلاية صغيرة. هنا بصوا شوفوا السمك بتغير كده اللون معايا. وكمان هحط شوية شطة، وهسيبهم كده يتبلوا معايا. هنا حطيت الجزء التاني برضو من السمك. هنا كان البصل كده دبل معايا، على طول هحط كيس طماطم متسبك كده وجاهز. هسيبه برضو ياخد غلوتين كده 3 على النار. تمام. وبعد كده هحط مكعب مرقة وهسيبهم كده 10 دقايق. بعد كده بصوا هنا كنت خلصت كده السمك، بوريكم كده ان هو استوى. هنبدأ كده هنقسم الصلصة كده نصين. خدت منها كده شوية، وهبدأ ان انا ارص السمك وعليه كوباية من الرز. وبعد كده على طول هبدأ اكب عليه شوية صلصة من اللي احنا لسه عاملينهم دلوقتي مع بعض. تمام. وبس كده خلاص، مفيش اي حاجة تانية. بنحطها في الفرن. هتاخد كده وش معايا. بصوا ادي كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. جربوها هتعجبكم جدا. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك. مع الف سلامة.